السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتكلم لمحبي الزراعة والمهتمين بالزراعة المنزلية عن كيفية زراعة نبتة معينة. يعني أنا راح أضرب لكم مثل بنبتة معينة أنه نزرعها بعدة طرق، وهذه الطرق كلها ناجحة. يعني أنا راح أخذ لكم مثل اللبلاب. طبعا اللبلاب نبتة معروفة وبصراحة تحب أجواءنا وناجحة وين ما نحطها، بس أنك توفر لها الإضاءة الصحيحة إضافة إلى السقي الغير مفرط. هذه إحنا دائما قاعدة ثابتة نخليها دائما بالنا حتى نباتاتنا تنجح، إضافة إلى التسميد الدوري للنبات. هذه شجرة هذه شجرتنا اللبلاب. أنا هنا زارعتها بسندانة ومن بتراب البتبوس، وسقي يعني بالأسبوع مرة، إضافة إلى التسميد بالشهر مرة. وهذه النبتة قدامكم ما شاء الله، يعني إنه ناجحة. وأنا هنا خلتها بالمطبخ. بالمناسبة اللبلاب يحب المطبخ ويحب الروائح الدهن وكذا، يحب الطبخ. زين، هذه هنا حطتها بتربة بتموس، هنا حطتها بمي، هذه قارورة مي. ولاحظوا إنه النبتة ما شاء الله ناجحة عندنا وأمورها طيبة. هنا ذاك المرة أنا صورتها بفيديو خاص، هذه الطريقة اللي هي تيراريوم. أيضا هي طريقة أخرى للزراعة وينجح بها هذا النبات. ولاحظوا هنا أنا عندي دفع جديد داخل القارورة الزجاجية. هنا عندي هاي نفس النبتة أنا زارعتها فقط بهذه الحبيبات الطينية. أنا بصراحة هي لها تسمية، أنا ما أعرف تسميتها، أنا أسميها حبيبات طينية، وهي موجودة ومتوفرة بالمشاتل. وهذه السقي مالتها أيضا إنه نحط لها فترات متباعدة مي مو دائما، لأنه من كثر السقي لهاي الحبيبات تصير تخرب، يعني تطلع ريحة غير مرغوب بيها. فدائما إنه يكون السقي أيضا معتدل. هذه إنه أني هسه طرحت لكم 4 طرق زراعة البلاب. فيعني إذا ما تنجح عندك طريقة فإنك ممكن تنجحها بطريقة أخرى. ودائما حاولوا تحافظون على نباتاتكم الداخلية، لأن هي إضافة أكسجين ورئة إضافية نتنفس بيها. ونهاركم سعيد.